السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله هعمل معاكم النهاردة كبد وقوانص بخلطة جميلة وبطريقة سهلة وبسيطة، إن شاء الله تعجبكم. جبت كبد وقوانص، نضفتهم وشلت منهم الدهون والعروق والدم وغسلتهم كويس وصفيتهم. وهقطع الكبدة في طبق لوحده مكعبات صغيرة، وهقطع القوانص والقلوب في طبق مع بعض برضو مكعبات صغيرة. وانا محضرة الخضار اللي انا هستعمله: 3 طماطم مقطعاهم مكعبات صغيرة، 3 فلفل رومي احمر واخضر، وواحد قرن فلفل حامي مقطعاه مكعبات صغيرة، وبصلة كبيرة مقطعاها برضو مكعبات صغيرة، والتوابل بقى والثوم والخل والزيت. جبت طاسة حطيت فيها شوية زيت واسيبهم يسخنوا. بعد كده احط بصلة كبيرة مقطعاها صغير، هشوحها شوية، احط لها معلقة صغيرة توم مفروم واسيبهم يتشوحوا مع بعض شوية ويتبلوا. حطيت الفلفل الرومي والحامي، هشوحهم مع البصل شوية. بعدين احط القوانص مع القلوب، برضه اديها تشويحة، واحط لهم التوابل مع نص معلقة صغيرة فلفل اسود وكمون وكزبرة وبهارات وبابريكا، وحطيت معلقة صغيرة ملح، وهقلب بقى ده كله واغطيه واوطي عليه واسيبه يستوي براحته. في الطاسة التانية دي هعمل الكبدة، احط فيها شوية زيت، معلقة صغيرة توم مفروم، هحط كزبرة ناشفة وبهارات، واشوح التوابل مع التومة، وبعدين اروح حاطة الكبدة. والنار تكون عالية عشان ما تخليش الكبدة تنزل ميتها. لما النار تكون عالية هتنزل الكبدة تاخد صدمة وما تنزلش السوائل بتاعتها. رشيت فلفل اسود وحطيت بابريكا، واشوح بقى كل ده مع بعضه. هشوف القوانص اديها تقليبة، اروح نازله عليها بالطماطم عشان الطماطم تنزل السوائل بتاعتها وتكملي تسوية القوانص. وهنا الكبدة كانت اتشوحت شوية، هملحها. وهنا كانت استوت خلاص، اطفي عليها واخليها بقى ايه لما القوانص تستوي. هوطي على القوانص وعلى نار هادية اسيبها تستوي، وبعد ما تستوي اضيف عليها الكبدة واقلبها واسيبهم ياخدوا غلوة مع بعض. هنا كان خلاص خدوا الغلوة، اطفي عليها بقى واقدمها وبألف هنا وشفا.